السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، جيناكم اليوم بحلقة جديدة من حلقات بنت بحر. جيناكم اليوم حبايبي بحلقة أو قصة من كتابنا المشهور نبأ اليقين اللي الكل يحبه ويفضله. هذا الكتاب، هذه القصة خفيفة، راح نقول جزء منها لأن من بعدها راح أقول لكم على موقف حصل معاي وربما حصل مع كثير من الناس. وللأسف في ناس تخرب على ناس، مثل ما يقولون في ناس تجهل بقوانين الأماكن، بقوانين الصلاة، فتفسد على الناس صلاتهم أو خشوعهم. فخلكم معانا نقول لكم نبذة بسيطة من الكتاب، بعدها هذه طبعا القصة طويلة شوية فأنا ما حقولها كلها، راح أقول جزء منها بهالحلقة وجزء ثاني بحلقة ثانية. ابقوا معنا حبايبي. قصتنا اليوم حبايبي اسمها لعل له عذر وانت تلومه. يعني ترى العنوان على قولتهم الكتاب ينعرف من عنوانه. كثير منا يا حبايبي يجهلون وأنا يمكن واحدة منكم. يعني أيام وايد ألوم ناس على تصرفهم أو على فعل فعلوا معاي، بس أنا أجهل عذرهم. فكما قال التمس لأخيك العذر، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، كما قال التمس لأخيك العذر، التمس لأخيك العذر، التمس لجارك العذر ولو 70 جار، التمس لهم العذر. لازم نلتمس الأعذار حبايبي، لأن احنا نجهل شنو أعذار الأشخاص اللي يمنا، بس احنا على طول نلقي باللوم عليهم. يعني احنا دائما نلقي باللوم على عيالنا إذا قصروا بحقوق آبائهم أو أمهاتهم، على طول نلقي عليهم اللوم. يمكن ربما احنا نجهل عذر بنتي أو أجهل عذر ولدي، بس أنا ألومه على طول. كذلك المعلم يمكن يلوم الطالب على تقصيره بواجباته المدرسية. زين يا أنت يا معلم، يا مدرس، يا عالم، والعالم كاد أن يكون رسوله، أنت تجهل بعذر هالطالب، تجهل بعذره، أنت ما تدري. يعني تلومه إنه ما أدى وظائفه المدرسية، بس أنت تعرف شنو عذره، تعرف شنو ظروفه، تعرف شنو هو يعاني في البيت. ربما هو لا يملك مثلا مكتب، ربما لا يملك أم أو أبي يشجعه على الدراسة، ربما يذهب للعمل، لما ينتهي من المدرسة يروح البيت، ربما يساعد أبوه بالشغل عشان يكسبون رزقهم، ربما يساعد أمه، يمكن عنده أم مريضة يساعدها أو أبو مريض. إحنا للأسف، أو مثلا المدراء المدرسة، الدوامات العمل، المدير على طول يلوم الموظف إذا تأخر عن عمله أو قصر بعمله. إذا إحنا تعلم أنت ظرفه أو تعلم ظرف الموظفة، إحنا ما نعرف الظروف وعلى طول نلقي اللوم. وهذا خطأ كبير يا أخواني، خطأ كبير. لا تلوم الناس طبعا على قولتهم، يعني لازم تعامل الناس مثل ما تعامل نفسك. قبل لا تلوم الناس شوف نفسك، أنت تنشغل ولا ما تنشغل، يحصل لك ظرف ولا ما يحصل لك ظرف. مثل ما احنا يصير عندنا ظروف، هم الناس يصير عندها ظروف، فما يصير نلقي اللوم على طول من غير ما نعلم ظرف الشخص اللي يمنا. فمن كذي احنا قبل لا نلومهم احنا لازم نشوف نفسنا ان احنا تصادفنا ظروف وتصادفنا مشاكل تعوقنا وتصير عندنا اعذار. بمعنى هذا الدرس أو هذه القصة جدا حلوة وجميلة، إن تعلمنا إن إحنا قبل لا نلوم الناس لازم نلوم نفسنا. إحنا لازم إحنا نراجع حساباتنا ونشوف نفسنا إن إحنا ننشغل لو ما ننشغل، يصير عندنا عذر ولا ما يصير عندنا عذر. فلا نلوم الناس، لا نستعجل. يعني هذه القصة حلوة إن تعطيك الحكمة اللي فيها إنك أنت ما تستعجل باللوم، انتظر، تمهل. خلصنا المقدمات حبايبي، خندش بصلب الموضوع. يقول إن في مرحلة من العمر اعتزل الإمام مالك الناس. طبعا الإمام مالك الكل يعرفه، إمام من أئمة الصالحين رضي الله عنهم. يقول إن الإمام مالك اعتزل الناس لمدة 20 سنة ما كان فيها يشهد فيها أي صلاة جمعة،
ولا صلاة جماعة ولا تشييع جنازة ولا يعود مريض. يعود مريض يعني بمعنى أنه يزور مريض. فلما سئل بعد ذلك عن السبب هذا قال: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. يعني مو كل الناس يقدرون يتكلمون بعذره. لما سألوه قالوا له: يا الإمام المالك، إيش فيك هاجر الناس، معتزل الناس، لا تحضر صلاة ولا تحضر جنازة ولا تعيل مريض ولا تحضر صلاة الجمعة، فشنو السبب؟ قال لهم: ليس كل الناس يقدرين يتكلم بعذره، مو كل من يقدر يتكلم بعذره. مثل ما قلت لكم مقدمة حديثنا موضوعنا هذا، إن مو كل الناس تقدر تصفح أو تقدر توضح أو تشرح للناس عذرها. فأنا قلت لكم إن في ناس تستغل هالموضوع. ابقوا معانا وخلونا نشوف شلون في ناس استغلت هذا الموضوع. وكما يقول الكاتب: هذا ليس مربط الفرس. هذه مقولة الناس دائما تقولها لما تكون مثلا تبي تعبر عن شيء، تقول لك: إيه هذا مو مربط الفرس، هذا مو الموضوع الأساسي، نبي الموضوع الأساسي. حاولت أن أعرف في أي مرحلة من عمر الإمام، يعني كان يقول حاولت أني أعرف كانت في أي مرحلة من مراحل عمر الإمام المالك كانت هذه العزلة. هو مثل ما قلت لكم إخواني إنه اعتزل الناس عن جميع المناسبات كما ذكرنا في السابق. فلم أجد جوابا شافيا. يقصد فيها الإمام بن مالك إن من مستكرهه الطلاق، إن كل إنسان مثلا طلق زوجته عن طريق تهديد، يعني في ناس هددته بالقتل أو غيره. فإن طلق زوجته، إذا طلق زوجته فطلاقه غير صحيح أو غيره، فلا طلاق على امرأته. يعني بمعنى إذا طلق مرته عن طريق من باب التهديد، أن أحد هدده بالقتل، إذا ما طلقت مرتك راح أقتلك، أو إن راح أفعل فيك مكروه أو كذا كذا، فيعتبر هذا الطلاق غير صحيح. فاتخذ الذين رفضوا بيعة ابن جعفر المنصور هذه الفتوى. شنو قلت لكم اخواني في بعد الموضوع؟ قلت لكم ان في ناس تستغل هالمواقف. ففي كانت ناس اللي بزمن او بعهد الخليفه جعفر بن منصور ما يبون يبايعون جعفر بن منصور، فاستغلوا شنو؟ استغلوا هذه الفتوى. فتوى منو؟ فتوى الامام مالك، انه هو قال ان اي واحد يطلق زوجته عن طريق التهديد فطلاقه غير صحيح، لا يصح، يعني لا يقع عليه الطلاق. فالناس اللي كانوا كارهين جعفر بن مالك استقلوا هالفتوى وانزلوها منزلا سياسيا. هي فتوى تقريبا يعني بالشريعه، فتوى تخص مثل ما تقولون تخص الحياه الاجتماعيه، بس هم الناس استقلوها فأنزلوا هذه الفتوى منزلا سياسيا: إن من يبايع خائفا على نفسه فليس في عنقه للمنصور بيعة. على هالكلام إخواني معناته أن أي واحد يبايع جعفر بن منصور تحت الإكراه أو تحت التهديد فهذا ما عليه بيعة، يعني خلاص ما تكون بعنقه بيعة. وعمل الوشاة عملهم فأغروا صدر الخليفة. سووا الوشاة هناك كثير، في دائما بعهد الخلفاء في ناس وشاة توشي، يسمعون أي شيء شنو يدور بين الناس على طول يقطونه بإذن منه؟ بإذن الخليفة. فأغروا صدر الخليفة على الإمام، شجعوه على الإمام، يعني قالوا حق الخليفة، يعني مثل ما تقول شيشوا الإمام عليه، أوشوا بمالك بالإمام مالك، وقالوا حق الخليفة ترى هو تسبب إنه خلى بسبته يوم إنه أفتى هذه الفتوى خلى الناس تكره المبايعة وما يبون يبايعون جعفر بن منصور، فشيشوا وشحنوا راسه على منو؟ على الإمام المالك عند الخليفة. فما فعله الخليفة،
قام وأمر بجلد الإمام، حتى قيل أن كتف الإمام انخلع من مكانه. وقد يكون الاعتزال الناس بعدها، والله أعلم. ربما أن من بعد اللي صار فيه، من بعد ما أوشوا فيه عند الإمام، والإمام أمر بجلده وتأذى من هالجلد وانخلع كتفه، فربما أنه صار أنه سوى اعتزل الناس من بعد هالموقف هذا اللي صار معه. نرجع نقول أن هذا ليس مربط الفرس، فهو قوله رضي الله عنه: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. هم نرد نقول هم مقولة الإمام المالك أن ليس كل الناس قد يقدر أن يتكلم بعذره. الناس يعني الناس بطبيعتهم شنو؟ حشريون، يعني فضوليين، عندهم يحشرون نفسهم بكل شيء كما تعرفون، وهم كما تصفهم الحكيمة الدهر جدتي بقولها: يريدون أن يعرفوا البيضة من بعضها والدجاجة من جاجها. بصراحة هذه المقولة دائما تضحكني، مقولة الكلمة، يعني لما تبي تصف ناس يكون عندهم فضول ويبون يعرفون كل شيء، ويكون عندهم يعني الفضول يموتهم الفضول، إلا يبي يعرفون هذه الأسباب، أو يبي يعرفون ليش صار كذي أو ليش قال كذي. فهذا الفضول بمعنى اللي قالته حكيمة الدهر جدة الكاتب، إن يبون يعرفون البيضة من بعضها والدجاجة من وين، منو يابها. وفي نهاية هذا الحديث أو القصة الحلوة، أنا قلت لكم تتبع لها تبعية إن شاء الله بحلقة، راح أقول لكم عن موقف حصل معي اليوم. الموقف حبايبي، أنا والله كنت أصلي بمصلى إيكيا، محل إيكيا، والكل يعرف إيكيا. وأنا أصلي والناس طبعا تصلي، في ناس يعني هذا مكان خاص للحريم، مصلى الحريم النساء. فدخلت وحدة مرأة كبيرة بالسن معاها طفلها، واللي فهمته ان فهمته من كلام الطفل ان هذه جدته، جدته يعني ستة أمه أو أم أبوه، الله العالم. أثناء ما بلشت أنا بالصلاة وبلش الكثير من النساء يصلون، الولد بدأ يتكلم بصوت عالي: ويا ستي ويا ستي، وأنا ألبس، وهي ترد عليه بصوت أيضا عالي. والله مما تسببت لنا بإزعاج. أنا عدت الآية أكثر من مرة، وقمت حسيت إني راح أخربط بالركع. فأتمنى أوجه كلامي، يعني هي كبيرة بالسن، هل نعطيها العذر؟ هل نلتمس لها العذر؟ هل نلومها من غير ما نعرف شنو عذرها؟ هي كبيرة بالسن، وبس ما نقدر نقول يعني إذا نلومها بجهلها، ممكن تكون هي جاهلة، فما نرمي عليها اللوم، وربما كبر سنها يخليها ما تعرف انها شلون تتصرف اثناء المصلين. يعني المسجد الصلاة لاحترامه، المكان لاحترامه لا حرمته. انت شايفة في كثير من المصلين، مو بس انت مع حفيدك، يعني المفروض أكون أنا بأي مكان أكون متواجدة فيه أحترم هذا المكان، أي مكان أدخل فيه أحترم الناس اللي قاعدة. فما بال أنا داشة مصلى، فلازم أحترم بيت الله الحرام، لازم أحترم المكان، لازم أحترم إن في مصلين ينشغلون مشغولين بصلاتهم، أنا أي مع حفيدي أزعجهم، ما يصح هالشيء. وفي نهاية حلقتنا ما يسعنا إلا نقول لكم مشكورين وجزاكم الله خير، ولا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، فبرتوا لكلكوا، حطوا لي تعليقاتكم في أسفل الفيديو. كانت معاكم بنت بحر، أتمنى تعليق على هذا الموضوع، نلقي اللوم بدون ما إن نعرف العذر. وإلى اللقاء الآخر.